لا يعني مبسوط ان انت خدت الموضوع من اكتر من جانب، تاريخيا لحد دلوقتي بيمشي ازاي، ان في ناس بتطبق الموضوع مش عارفاه. وانا برضو اكد كلامك في موضوع ان الناس كتير بتطبق سلاسل الامدادات بالشكل الكويس حتى لو مش عارفين مسميات. يعني هي الفكره كلها مش فكره مسميات. طب ما احنا في البيت مثلا لما نيجي نطلب حاجات للبيت، مهم. ده يعتبر جزء برضو بيبقى داخل في سلاسل الامدادات، في تخطيط انت محتاجين ايه، هنشتري ايه، نشتري ايه خليه عندنا مثلا بالشهر، وايه نشتريه يوم بيوم او يعني يبقى طازه عشان ما يحصلش فيه مشكله. طب الميزانيه لو في بيوت تحط لنفسها ميزانيه مثلا معينه، فهنصرف الميزانيه ديت، لا هنصرف اقل على حسب معانا ايه. داخلين على مثلا موسم فممكن نخزن البيت. صحيح. فالحاجات دي كلها رغم ان هي ممكن ناس كتير مش عارفه ان ده سبلاي تشين او ده سلاسل امدادات، بس في الحقيقه هو ده سلاسل امدادات. ومن اكتر الناس اللي بتطبق سلاسل الامدادات هي ست البيت. صحيح، يعني متفق معاك جدا. هي اصلا اللي بتعمل تقريبا كل الكلام ده، وعندها طلب، وعندها بيت محتاج ياكل، وعندها احتياجات بترتبها، وعندها خزين وحاجات بتخزنها. ففعلا يعني هو مفهوم مش صعب، مش معقد. الشركات طبعا بتتكلم عليه بطريقه متقدمه جدا وتفاصيل اكتر بكتير اكيد، ولكن الموضوع في اصله هو بسيط، والموضوع في اصله هو كلنا تقريبا بنعمله باشكال مختلفه.